السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الورد ويا صباح الفل ويا صباح الياسمين، صباحكم كله نشاط وحيوية وكله تفاؤل كده ورضا من الله بإذن الله. ان شاء الله النهارده يا حبايبي فيديو جديد، وان شاء الله الفيديو ده مش فيديو روتين ولا طبخ ولا اي حاجه خالص من الكلام ده. قلت اكسر لكم الروتين اللي احنا متعودين عليه والاكل والحاجات اللي زي كده. قلت اخدكم بقى ايه فسحه معايا كده ونخرج كده ونغير جو ونشوف الخضره الجميله ونشوف الناس الحلوه كده. ما شاء الله تبارك الله. انتوا عارفين طبعا الواحد لازم يكسر الروتين علشان خاطر يقدر يكمل. انتوا عارفين ضغط الحياه والاولاد والبيت وكل حاجه والمطبخ والحاجات اللي زي كده. رايحة فين كده يا أم ندى؟ صلوا على النبي يا حبايب قلبي في الكومنتات. وإن شاء الله كده النهاردة رايحين كده لناس قرايبنا في الصالحية، طبعا الناس اللي من الشرقية عارفين الصالحية الجديدة. كنا رايحين لهم هناك يعني زيارة، أنا وأختي وعيالها وعيالي وأمي وأخواتي، ربنا يا رب يبارك فيهم يديهم الصحة والعافية، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا في الأيام اللي فاتت ما عرفتش أصور لكم علشان خاطر كنت برا البيت، قعدت يومين كده برا ورجعت تعبانة، ما قدرتش ان انا اصور لكم يعني وكده، فسامحوني يعني على تقصيري في عدم تنزيل الفيديوهات. وان شاء الله يا حبايبي هنزل لكم فيديوهات جميلة يعني جدا ان شاء الله تشجعكم وتاخدوا منها افكار حلوة باذن الله. شايفين كده يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، دي كده ارض كلها موز ما شاء الله تبارك الله. طولة ما احنا ماشيين على الطريق كان بقى جناين مانجا وموز والحاجات اللي هي زي كده. بصوا دي يا حبايبي برضو كانت يوستفندي ما شاء الله. كان في برضو مانجا واستفندي وايه كمان، وكان برتقان بلدي واللي هو التاني بسرة يعني. ما شاء الله تبارك الله. المنطقة دي كلها خير يا حبايب قلبي، ربنا يا رب يوسع عليهم كلهم، اللهم امين يا رب العالمين. في الوقت ده يا حبايبي كنا وصلنا. بص بقى كانوا عاملين لنا احلى اكل انا بحبه بصراحة، يعني كان فسيخ وسردين وخيار وسلطة وكان مخلل وكان ايه كمان، اللهم صل على النبي، وطعمية طبعا العشق يعني، وعيش بلدي وبألف هنا وشفا. كان أكل جميل جدا وأكلة اللمة انتوا عارفين طبعا. بعد ما أكلنا الحمد لله رب العالمين نزلنا بقى نتمشى كده، وهوريكم البيت اللي كنا فيه وهوريكم الجنينة ما شاء الله تبارك الله. دي كانت شجر اللي هو البرتقال البلدي، عارفين البرتقال اللي بيكون مالح شوية، هي دي شجرة البرتقال اللي هي بتكون ايه مالحة شوية. ده كان البيت يا حبايبي، ربنا يا رب يوسع عليهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى كان ده المدخل كده والبوابة اللي كنا دخلنا منها، فقلت اصور لكم برضو يعني علشان خاطر في ناس كتير بتحب الخضرة والأجواء اللي زي كده. طبعا أنا مرضتش أفتح لكم صوت الفيديو الطبيعي، لأن واحنا ماشيين طول ما احنا راكبين في الميكروباص والأولاد بقى عاملين زيطة وبيضحكوا ويهللوا كده، فبصراحة مرضتش إن أنا أزعجكم يعني بالأصوات اللي زي كده. في الوقت ده كانت أمي وأخواتي كنا ماشيين مع بعض بنتمشى بين الأشجار كده. بصراحة كنت أول مرة أشوف الحاجات دي كده وأنزل بين الأشجار وأشوف الجمال والحلاوة والطبيعة ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك يعني. اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصراحة حاجة كده تفتح النفس وتشرح القلب بصراحة، يعني بتخلي الواحد يخرج من المود اللي هو كان فيه. دي كانت الجنينة يا حبايبي اللي قصادهم، دي كانت مش تبعهم خالص، دي كانت جنينة كلها مانجا ما شاء الله تبارك الله. شجر كده قصير بس بيقولوا المانجا بتاعته كبيرة وبتكون حلوة يعني. بسم الله ما شاء الله، اللهم يا رب يوسع عليهم يا رب ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا يا حبايبي ما تنسوش الدعاء الجميل بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي والجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بصوا يا حبايبي ما شاء الله تبارك الله، الطبيعة ما فيش أحسن منها بجد والله العظيم. يعني الواحد لما يخرج كده في وسط الخضرة والجو اللي زي كده ما شاء الله تبارك الله، الواحد بيحس نفسيته ارتاحت وبيخرج من الضغط اللي هو كان فيه، ضغط البيت والأولاد، بيريح أعصابه شوية. حتى لما يرجع على البيت بيحس إن هو عنده طاقة وعايز يشتغل. طبعا انتوا كلكم فاهمين احنا من يعني ما بنخرجش كتير بره وكده، بس يعني لما بلاقي اي فرصة ان انا بخرج وكده وبحب ان انا اصور لكم ويعني واخليكم كده ايه
تتبسطوا معايا. اتبسطتوا ولا ما اتبسطتوش؟ شايفين؟ قولوا لي بقى ايه رأيكم في المنظر الجميل ده. بعد كده حبايبي كان المغرب، كنا داخلين على المغرب يعني. فطلعنا كده فوق البيت، من فوق قلت اصور لكم شكل الجنينة من فوق. ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك يعني. متخططة كده وشكلها جميل، وقلت اقرب لكم يعني الكاميرا، ودول كان اخواتي بتمشوا. بصوا بقى ما شاء الله تبارك الله، البرتقال شكله جميل كده على الشجر، بسم الله ما شاء الله. يعني ربنا يحرس المال لاصحابه يا رب، وربنا يرزق كل الناس دي كلها يا رب العالمين من حيث لا يحتسبوا. شايفين يا حبايبي شكل الخط عامل ازاي؟ يعني الشجر كله، كل شجر في خطوط، يعني في خط متساوي، في خطوط متساوية يعني، انتوا فاهمين طبعا. شايفين كده؟ وزي ما انتوا شايفين كده هوريكم من قدام البيت، وده الطريق برضو كان قصاد المزرعة اللي هم قاعدين فيها، او الجنينة اللي هم قاعدين فيها. ما شاء الله تبارك الله. بس يا حبايبي ده كان فيديو النهاردة، قلت بقى ايه افرجكم على الحاجات الحلوة الجميلة اللي احنا محرومين منها. طبعا الخضرة والحاجات دي احنا ما بنشوفهاش كتير، فقلت بقى ايه اوريكم كده وتستمتعوا معايا. وان شاء الله انتظروني الفيديوهات اللي جاية، ان شاء الله هتكون فيديوهات كده حلوة ومشجعة بإذن الله. بس دولي كده عندي شوية تعب كده. اسناني وجعاني بصراحة، مخلياني مش قادرة ان انا اعمل اي حاجة خالص. ايه رأيكم يا حبايبي؟ لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لأم ندى وجنى، علشان خاطر القناة تكبر يا حبايبي، والفيديوهات اكبر عدد من الناس تشوفها بإذن الله. طبعا بحبكم في الله، احلى واجمل اخوات في الدنيا. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. ايه رأيكم؟ كان في الشجرة دي، كان شجرة اسمها شجرة الباباز، برضو بتكون شبيهة للمانجا كده، طعمها بيكون حلو برضو. قلت اصورها لكم برضو وتشوفوا شكلها عامل ازاي. شايفين الجمال والحلاوة والطبيعة الربانية؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والمدخل جميل جميل، بسم الله ما شاء الله. ربنا يحرس المال لأصحابه يا رب يا حبايبي. وده كان فيديو النهاردة، أتمنى إن هو يكون عجبكم ويكون طبعا مش هتستفادوا، تكونوا استمتعتوا بيه، بالمناظر الجميلة والأجواء الحلوة اللي احنا شفناها. أتمنى بقى تدعموني بلايك لايك لايك يا حبايبي، عشان خاطر القناة تكبر. جزاكم الله كل خير. بس كده، بعد لما اتفرجنا نزلنا بقى لقينا لهم مجهزين لنا عشاء خفيف كده. كان بطاطس محمرة وجبنة حادقة وبيض وجبنة بيضة وبتنجان وفطير. ما شاء الله تبارك الله، بألف هنا وشفا على الأكل منه. ده كان فيديو النهاردة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.